عمرك سالت نفسك قبل كده انت منين؟ انت منين من فرنسا؟ اصلك وجدود جدودك ما فاكش كده حته عرق روسي هندي؟ هنعرف دلوقتي باستخدام البتاع دي، وده تحليل حمض نووي DNA your life. say hello to you. اهلا يا سيدي. dear friend اقرا. حاسس ان انا في معمل اللي هناخد بيها العينه دي المسحه، وده المحلول اللي بيحفظ DNA. ما تاكلش ولا تشرب ولا تدخن ولا تاكل لبان لمده 30 دقيقه قبل تجميع سلايفا او اللعاب، وهتمسحها في خدودك من جوه 10 مرات. بعد كده الناحيه الثانيه كده تحط في البتاعه دي، تكسر دي كده اهو، تقفلها تاني وترجها. انا حمض النووي كله بقى في البتاعه دي، في الكيس ده، عشان هيجي ياخدوا العينه ديت ويحللوها ويجيبوا لنا نتيجه خلال اسبوعين. طيب هو عدى شهرين وانا مستني ان في باكج هتيجي فيها نتيجه التحليل، ولكن طلع ان هي هتوصل لك عادي على الموبايل. طيب قبل ما نعرضها، ايه نسبه صحه الارقام ديت؟ المفروض انها 99.9. انا 65% ميدل ايسترن من الشرق الاوسط، وحوالي 19% اوروبي، وفي سيكت كده ايه افريقي. المهم بقى، واللي بجد كنت عايز اعرفه في الموضوع دوت، وهو نسبه تعرضك لامراض معينه زي مثلا الكانسر. هل انت عندك عرضه انك تصاب بيه؟ طبعا بناء على جيناتك وحاجات كتير. فالحمد لله ان كل حاجه طالعه هنا مفيش اي حاجه اسمها ميوتيشن، كانسر ميوتيشن. برضو نسبه تعرضك لامراض تانية في الدماغ زي الزهايمر وحاجات كده. مثلا انا عندي مقاومه انسولين عاليه شويه، برضو متلازمه القولون العصبي، ولكن بقيه الحاجات الحمد لله تمام. وبيقيس لك برضو درجه الذكاء شويه. يعني انا مثلا الاي كيو بتاعي ماشي يا سيدي نورمال، ولكن بقى الذكاء العاطفي جيفتد. في حاجات كتير برضو ليها علاقه بالاكل. يعني انا مثلا عندي حساسيه شويه من الكافيين، سبايس سنسيتيفيتي اللي هو القدره على ما بستحملش الحاجات السبايس، ودي حقيقه. التيست سنسيتيفيتي القدره على التذوق، سوبر تيست، ذواقه. يعني بجد الابلكيشن مليان فيه حاجات كتير قوي عن الاكل والبشره والنوم والرياضه وحاجات كتير. بس الحاجه اللي بجد ممكن تفيدني وممكن تفيد ناس تانية، وهي الكشف المبكر عن نسبه تعرضك للامراض المعينه. سيبك بقى من اصلك وفصلك والكلام ده، لكن دي كانت اهم حاجه. فلو عايز تعرف الموضوع دوت وتعمل اختبار الحمض النووي، اكتب DNA في الكومنتات وهبعت لك اللينك بتاعه واعمل فولو.